ابويا وامي مش عايزين نعمل كده. ليه؟ هو اللي عشان انا ارمله؟ نبدأ قصتنا بالصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونقول ايه بقى؟ انا اتجوزت صغيرة، يعني 17 ونص 18 كده. ما احنا عندنا البنات بتتجوز صغيرة، ما احنا الارياف عندنا كده يجوزوا البنت صغيرة. المهم جوزي كان كويس وابن حلال بصراحة وطيب، جبت منه الواد وجبت منه البت. قعد معايا 5 سنين، في ال5 سنين دول الدنيا كانت كويسة ومستورة الحمد لله. وهو كان شغال ارزقي، بس كان شغال كل يوم، ما كانش بيقعد الله يكرمه. وبصراحه رغم ان هو ارزقي ما كانش بيخلي بيته عايز اي حاجه. وسبحان الله يحصل ان هو ايه، يتوفى. جيت اصحيه من النوم لقيته سبحان الله سر الله طلع مات. طب اعمل ايه الوقت؟ انا صغيره وعيالي صغيرين، سابني لوحدي معيش حد، ولا اخواته بيسالوا ولا حد بيسال. قلت خلاص هطلع اشتغل على عيالي. عيالي صغيرين كده لسه صغيرين، قطط صغيره. طلعت اشتغلت على عيالي وانا كنت صغيره في السن. اشتغلت في مكان كده والحمد لله بيجيب قرش كويس. اخرج بصباحيه ربنا، اجي على الساعه 5 مثلا اعمل اكل لعيالي واشوف عيالي عايزين ايه واوضب بيتي. فضلت كده لحد ما ايه، كبرت الواد وكبرت البيت وعلمتهم على فكره. علمتهم هو مش تعليم عالي بس علمتهم. الحمد لله يا ابني اشتغل وبقى يساعدني، الحمد لله الدنيا خفت عليا شويه. والبيت طبعا انا بصراحه ما شغلتهاش، قعدتها في البيت تشوف ايه اللي ورانا، بس انا طبعا علمتها. الواد جه قال لي يما انا عايزه اتجوز. قلت له يا ابني مفيش مشكله، تاخد اتجوز. قال لي اقعد معاكي في الشقه هنا. قلت له بقول لك ايه، انا ما بحبش كده، انت ومراتك اقعدوا مع بعضكم بريحكم، خد شقه بره وانا هساعدك فيها واتجوز يا ابني. قال لي خلاص يا ام. فعلا شفنا شقه كده كويسه يعني محندقه وحلوه عليه، وتقدم له واحده وربنا كرمه واتجوزها وقعد في شقته. فاضل عليا البت، هي ايه عايزه اجوزها. والحمد لله جالها ابن حلال. جالها مين؟ ابن خالتها. جيت اتجوزها، جيت اقدم لها. وبصراحه مننا فينا، واختي ما شاء الله تبقى حمات بنتي، ما فيش مشكله عندي. المهم الموضوع تم الحمد لله. وبصراحه اخوها ما سابنيش، ساعدني في جهازها. ما احنا بنجيب قش وشوات في الجهاز. الجهاز بتاع الفلاحين ده بيبقى ايه، ما اقولكوش بقى. وسترت البيت وقعدت لوحدي انا في الشقه بقى. قعدت مده ايه، 4 سنين تقريبا، لحد بدات في اول الاربعينات. خلاص دخلت في الاربعينات بقى، جوزت الواد وجوزت البت والحمد لله. ربنا كرمني بزميلي في الشغل كويس وابن حلال وطيب. حاسه انه مهتم بيا، حاسه انه بيسال عليا، لو غبت بيتصل بيا. يعني ما هو انا ست برضه محتاجه راجل في حياتي. جوزت عيالي خلاص، باقي لي ايه تاني؟ المهم لقيت زميلي ده بيقول لي بقول لك ايه، انا عايزك اتقدم لك. قلت له تقدم لي انا؟ قال لي انا عايزه اتجوز كده وافتح بيت. انا برضو مراتي مطلقها وما حصلش نصيب بيني وبينها، ويمكن ربنا يوفق بيني وبينك. بصراحه هو كويس ومحترم وما كل الناس تشكر فيه. قلت له طب اقول لك ايه، انا هسال عيالي، لو عيالي وافقوا مفيش مشكله عندي. اتصلت بابني وبنتي، جم اتكلمت معاهم. بقول لكم ايه يا ولاد، انا عايزه اقول لكم على حاجه. في ايه يا ام؟ انا عايزه اتجوز. سكتوا كده وتنحوا وبصوا لي وما ردوش عليا. قلت لهم انتوا مش موافقين؟ لو انتوا مش موافقين انا مش موافقه، مفيش مشكله عندي، اهم حاجه عندي رضاكم. بصراحه الواد قال لي ايه، بقول لك ايه يا ام انا موافق. اختي بصيت له كده، قال لها موافق. هتقعد لوحدها؟ في ونس، على الاقل بعد الشر لو حصل حاجه يبقى في حد معاها. قالت له احنا بنسال عليها. قالت لها بقول لك ايه، خليها ايه، خلوا ما تتجوز. قالت له خلاص ماشي، يعني انت موافق على كده؟ قال لها موافق على كده. مين يما؟ قلت له فلان الفلاني. ابني عارفه وبنتي عارفينه، كانوا بيجوا الشغل عندي ويشوفوه. قالوا انسان كويس. خلاص يما مفيش مشكله. طب اروح اكلم امي وابويا واقول لهم انتوا موافقين؟ موافقين يما على الجواز، مفيش مشكله. يلا يما انت كده اصلا صغيره في السن، واحنا هنقول لك ما تتجوزيش ليه؟ احنا كده كده مشغوله ببيته ومشغول مع عياله. انت ربنا يكرمك يا ام. قلت له ماشي، هروح اشوف امي وابويا واسالهم. رحت لامي وابويا كلمتهم. امي يا على اللي عملته، بهدلتني وشتمتني. انت تستعبطي تتجوزي ايه، انت عندك عيال كبار، بنتك ما شاء الله عليها هي وابنك هيقولوا ايه، اتجوزتي على كبر. قلت لها كبر ايه، ما انا في الاربعينات. ده اللي في الاربعينات لسه لحد في منهم ما اتجوزوش لحد دلوقتي. ايه اللي تقولي ده ياما؟ لا ملناش دعوه. قلت لها بقول لك ايه ياما، انا عايزه اتجوز، انا عايزه يبقى لي راجل. بقول لك ايه، تعالي اقعدي معانا في وسطنا هنا ويبقى ابوكي هو راجلنا كلنا.
قلت لها مش بتكلم على كده، انا بتكلم ان انا ست ومحتاجه راجل. لا والنبي يا اختي انت بالك قد ايه جوزك ميت؟ قلت لها احسبي ياما انت قد ايه جوزي ميت، واحسبي قد ايه شيت على عيالي. هو انا فكرت في الجواز لما عيالي اتجوزوا؟ هو انا قبليها اصلا كنت بفكر في الجواز من اساسه؟ بقول لك ايه، ابوك زمانه جاي من الجامع ونقول له. ابويا طبعا ما دخل، امي بتحكي له، بص لي كده وقال لي انت بتصعبطي ولا بتستهبلي؟ قلت له ليه يابا؟ قال لي من غير ليه مفيش جواز. انت عندك عيال والعيال كبروا واتجوزوا، ما ينفعش تتجوزي. قلت له يعني ايه ما ينفعش يابا؟ يعني ايه ما ينفعش؟ على فكره عيالي موافقين. لا والله يعني انت سالت عيالك قبلينا؟ قلت لهم لا مش حكايه سالت انا قبلينا، بس عيالي لو قالوا لا كنت انا قلت لا. يعني عيالك موافقين؟ اه موافقين. مش مصدقني؟ اتصلت بعيالي وفتحت الاسبوع بتاع التليفون، موافقين على الجواز يا ولاد؟ اه ياما موافقين، ربنا يا رب يكمل لك على خير. راح قال لهم على فكره بقى بس انا مش موافق. ليه يا جدي مش ليه يا جدي كده؟ المهم الواد قال لي طب ياما انا جاي لك في الطريق. الراجل بصراحه ربنا قعد مع جده وقال له بقول لك ايه يا جد، امي قاعده لوحديها، خلاص اقعد معاها انت يا ابني. هي ما رضيتش. هي ما رضيتش عشان كان حد عايز يتجوز حتى عينها عليه. قلت له انا اقسم بالله ابدا، انا كان قصدي هو ومراته قاعدين براحتهم وانا كمان قاعده براحتي في شقتي، لكن ما كانش في موضوع جواز غير جواز. هو انت عايزه تتجوزي مين بقى ان شاء الله؟ قلت له فلان الفلاني. هم عارفينه. هو ده مش مطلق؟ قلت له اه مطلق. هو المشكله مطلق؟ ايه المشكله؟ بقول لك ايه اخر كده مش موافقين. قلت لهم كده؟ قالوا لي اه. راح ابني قال له بقول لك يا جد انا هجوز امي، لو جوزت امك ما تجيش البيت هنا تاني. قال له كده يا جد؟ قال له اه. قال له طب قومي قومي ياما قومي. راح ابني قلت له يا ابني مش خلاص انا مش هينفع اتجوز. قال لي هتتجوزي يا ام وانا اللي اجوزك. يا ابني ما ينفعش. قال لي عارف ينفع يا ام؟ اه ينفع، خليه يجي يقابلني وانا موافق على الجواز يا ام. ابني وقف جنبي. ايه المشكله بقى؟ وفعلا جه قابله والحمد لله اتجوزت انا وهو. امي وابويا قطعوني، انا ما قطعتهمش عشان صله الرحم، بقيت اروح لهم اسال عليهم مش عايزين يكلموني ولا يقابلوني حتى، والتليفون عملوا لي بلوك على كل حاجه عندهم. اختي بس طبعا بتروح تطمن عليهم عشان وتطمن عليهم تيجي تقول لي قلت له مش طايقين يسمعوا صوتك. قلت لها وانت ايه رايك في الحوار؟ قالت لي بصي يا اختي انت عملتيش حاجه غلط، انت صغيره في السن محتاجه راجل، وانا قلت لكم امك كده زعقوا لي هبوا فيا ومش عايزين حتى يسمعوا اسمك. قلت لها كده؟ قالت لي اه. قلت لها ماشي. المهم جوزي يقول لي طب اروح لهم انا؟ قلت له ما تروحش. قال لها هروح. وراح ويا ريته ما راح. ابويا سمعه ما اقولكوش بقى، هو وامي بهدلوا الراجل وطردوه من البيت. هو ما قاليش بقى لما جه، ما قاليش، قال لي ما لقيتش حد في البيت. قلت له ازاي ده ما بيخرجوش؟ في حاجه حصل؟ قال لا. اختي بقى اللي قالت لي مسكوه بهدلوه وطردوه من البيت. قلت لها على فكره ابو ما قاليش. قالت لي ما قالكيش؟ لا ما قاليش. كل ده عشان اتجوزت؟ ينفع الكلام ده؟ المهم ابويا وقع من على البتاع ده ورجله اتكسرت. اختي قالت لي، قلت له هبص عليه. قال لي ما انتش داخله بيتي ولا معتباه. يابا ما ينفعش انت ابويا. قال لي وانت سمعتش كلامي عشان تخش ابويا غير ابويا؟ انا ما عملتش حاجه غلط، مالناش فيه، مفيش حاجه اسمها كده. هقول لك عايز ترجعي لنا تاني اتطلقي منه. قلت له يا بعد ما اتجوزته اروح اتطلق منه ابقى هربانه ومطلقه؟ ده يرضيكوا اه يرضينا. طب ليه يابا تعملوا كده؟ انا كده تفكيري كده، انا هو ده اللي انا عايزه بقى. عيالي يروحوا مفيش فايده، اختي تكلمه مفيش فايده، جوز اختي يكلمه مفيش فايده. هو خلاص صمم انه مش عايز يعرف، مش عايز يكلمني تاني. بس انا ما قصرتش معاهم وانا خدت حقي من الدنيا اللي ربنا يعني، بس انا ما حرمش الحاجه دي، هم يحرموها؟ هو انا عشان ارمله المفروض انا ما اتجوزت؟ ما ينفعش يكون لي راجل تاني غير جوزي اللي كان اولاني؟ ما ينفعش يعني ابقى لوحدي طول عمري؟ جوزت عيالي وشيت عليهم، هو ليه مش هو ليه امي وابويا عاملين معايا كده ليه؟ يقولوا انت كبرتي. ده الاربعينات دي في ناس لسه ما اتجوزتش في الاربعينات، وبنات مش ولا مطلقات ولا ارامل. ليه يعملوا معايا كده؟ هو انا كده بقى يعني انا كده يعني سقت ليهم ولا شلت ذنبهم ولا انا كده عقوق الوالدين؟ انا معرفش، بس انا حاولت اودهم والله، انا حاولت اودهم وحاولت اكلمهم بس هم مش رافضين.
رافضين يشوفوني، رافضين يكلموني. ده ابويا عرفت ان هو بيقول لو انا مت ما تدخلهاش عليا، ولا تحت العزاية ولا تحت جنازتي. كل ده عشان اتجوزت. هو انا كده عملت معصيه يا جماعه؟ هو انا كده عملت حاجه غلط اصلا من اساسه؟ طب انا مش عارفه عملت ايه. انا مش عارفه ابويا ايه الموضوع في دماغه ايه هو وامي. انا نفسي اشوفهم بجد، وحشني. بس هم مش عايزين يشوفوني، مش عايزيني. انا اوقات كتير ببقى بقوم بالليل بدعي واصلي واعيط ان هم يرضوا عني. هو اجي لو حصل بعد الشر وتوفاهم الله، يعني بدعو من الطبيب طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني يبقى انا كده، انا كده هم غاضبين عليا. يبقى انا كده يعني عقوق الوالدين دي حاجه صعبه قوي، وانا مش حباها ومش عايزاها. اعمل ايه؟ انا مش عارفه بجد اعمل ايه. وعايزه اعرف برضو، هو انا كده برضو يعني يعني لما اموت غضبانين عليا اكيد ربنا يحاسبني على كده طبعا، صح؟ انا مش عارفه بجد، انا مش عارفه، مش عارفه. بس انا والله بحاول اودهم، بحاول اسال عليهم، هم رافضين. قلت مثلا مناسبه عيد، مناسبه رمضان، مناسبه اي مناسبه اروح، ما بيرضوش يفتحوا لي الباب حتى. يعني انا مش عارفه يعني انا غلطت في ايه؟ ايه اللي انا غلطته يخليهم يعملوا معايا كده؟ ان انا اتجوزت؟ هو انا يعني بعد الشر عملت بعد الشر زنا ولا عملت حاجه حرام؟ انا اتجوزت يعني سنة الله ورسوله. فانا كده غلطانه؟ انا مش عارفه، والله مش عارفه يا جماعه. يعني جوزي يقول لي طب انت بتعيطي ليه؟ طب ايه؟ قلت له انا عايزه اتطلق منك، وانا مش هتطلق. اتطلق يعني هم شرطهم ان هم يرجعوني ويسامحوني ان انا اتطلق من جوزي. اعمل ايه؟ يعني انا مش عارفه اعمل ايه بجد. حد يقول لي، هل انا كده عصيت ربنا سبحانه وتعالى فيهم؟ يعني يعني مش عارفه، يعني انا كده عاق يعني، يعني عاق والديني انا مش عارفه. ولو ماتوا بعد الشر، بعد عمر طويل ان شاء الله، آه هي هبقى شايله ذنبهم ان هم ميتين غضبانين عليا. انا بجد مش عارفه اعمل ايه. فيا ريت حد يدلني وحد يقول لي. فانا مش عارفه اسمع كلامهم واتطلق عشان هم يسامحوني؟ برضو يعني مش عارفه اعمل ايه. انا برضو يعني انا كلمه مش عارفه دي بقولها كتير، ان انا فعلا مش عارفه. انا مش عارفه اعمل ايه. حد يقول لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل انا ايه؟ حد يقول لي اعمل انا ايه؟ اعمل ايه؟ بصي يا حبيبتي، انا مش عارفه اقول لك تعملي ايه. انت ما عملتيش حاجه غلط واتجوزتي، ده شرع ربنا. هما كده واقفين قدام شرع ربنا. انت كده شايف، انا شايفه من ناحيتي. بصوا انا يعني مش فقيهه في الدين قوي عشان اقدر احكم لك، بس اللي اقدر اقوله عشان مبقاش حرام عليا واتحاسب على اللي هقوله. انت برضه افضلي وديهم، ما تقطعيش معاهم، واعملي عليك قدام ربنا. واكيد ربك شايف ان انت ما قصرتيش معاهم في حاجه، وانت ما عملتيش حاجه حرام. انت اتجوزتي على سنه الله ورسوله. وبعدين صح، هتقعدي لوحدك؟ هتقعدي لوحدك ليه؟ ما في راجل يونسك. وبعدين هما طالبين طلب غريب جدا، انك تطلقي عشان يسامحوكي. لا، ما تطلقيش. ما دام زوجك كويس وابن حلال وراجل كويس وبتقي ربنا فيكي، ما تطلقيش. بس انت برضو خليكي حاولي معاهم، ما تسيبهمش. اه ما تسيبهمش، يعني حاولي معاهم مره واثنين وثلاثه، وخلي اختك وجوز اختك وولادك يزن عليهم كتير. يزنوا. اكيد قلبهم هايلين، ده قلب الام والاب ما فيش احن منهم. وانت اوعي تطلقي، اوعي، اوعي. بس انا ما بقول لك كده، خليكي متواصله معاهم، خليكي تتصلي بيهم، اوعي تسيبيهم. مهما كان، مهما كان يبقى عملتي اللي عليكي. وانا مدعم ربنا يعني يحنن قلبهم عليكي، يحنن قلبهم عليكي يا بنتي، والله ده اقدر اقوله لك. ومش عيب ان انت اتجوزتي، ده اصغر منك وفي نفس السن ده على فكره، ولسه ما اتجوزوش. انا عايزه اقول لك ان الدنيا ضاقت على الناس كلها دلوقتي، الجهاز بقى صعب، حاجه صعبه، وفي ناس في سن فعلا ما اتجوزوش زي ما انت بتقولي. فانت ما عملتيش حاجه غلط، انت عملتي اللي يرضي ربنا بس. وانت محتاجه راجل في حياتك، مش عيب ولا حرام. ده ربنا مشرعها، واحنا ديننا والحمد لله مشرع الموضوع دوت، ان انت تتجوزي بعد جوزك ما مات، انت تتجوزي بعد جوزك ما اتطلق، عادي، مفيش اي مشكله خالص. وربنا يكرمك ان شاء الله ويحنن قلبهم عليكي، ده اللي بتمناه ليكي.
وبتمنى يكون راي الناس يعجبك ان شاء الله، وبتمنى ان قراري تشتغل تشتغل تشتغل. بتمنى والله. يعني بحب كومنتات، بحب الناس تبص عليها، تبص عليها على قناه وكومنتات. وعلى فكره الناس اللي في السعوديه وعندي هنا، يا رب يكونوا جم عندي هنا، هم فاكرين هناك لسه ما قلتلهمش ان انا ان شاء الله ان شاء الله ادعوا لي اقدر اكون المبلغ واجي لكم في عمره رمضان. بتمنى من ربنا ان ربنا ييسرها عليا واقدر اجي لكم واشوف الكعبه ومسجد الرسول. ادعوا لي، ادعوا لي ان شاء الله. وانتي ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله. ودي قصتنا النهارده ويا رب تعجبكم.